السلام عليكم على كل متابعيني الكرام. لو أول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك. عمرو دياب يصنع أغنية لابنه عبد الله في أحدث إعلاناته. طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث إعلاناته لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وعلى عكس المتوقع لم يغني عمرو دياب في الإعلان، بل ظهر برفقة نجله عبد الله في مشاهد تمثيلية، حيث فاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية بتحمل مقطع من صوته في الاستوديو، بينما كان عبد الله بيقضي أجازة في أحد الشواطئ. وقام عمرو دياب بتسجيل وتوزيع الأغنية خلال اتصاله بعبد الله الذي قطع المسافة من مكانه حتى الاستوديو ليجد والده يبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية. وكان عبد الله عمرو دياب قد ظهر في إعلان سابق مع والده، ولكنه اختفى وقتها بدوره كمتابع للحفلة، بينما بيعد الإعلان الجديد أول ظهور حقيقي ليه كمغني. يذكر أن عبد الله دياب كان قد أسس فريق غناء في إنجلترا وأصدر أول أغنية ليه منذ عدة أشهر، وبيعد تاني أبناء الفنان الكبير عمرو دياب الذي يكشف عن مواهبه الغنائية والموسيقية بعد شقيقته جنى، واللي شاركت والدها غناء أغنية جميلة منذ 3 أعوام في ألبوم سهران. في سياق آخر، طرح الفنان الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان خلص على قلبي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. الأغنية من كلمات محمد البوغة ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع أسامة الهندي ومكساج وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.